هو ازاي حريق في سنترال رمسيس يأثر على الشبكات في مصر كلها؟ وايه علاقة سنترال رمسيس بباقي الشبكات اذا كان هو اصلا تبع شركة وي؟ وايه اللي حصل امبارح واثر على ايه؟ حريق سنترال رمسيس ده فكرني بقصة كده سمعتها من زمان شوية، والصراحة دورت عليها ما لقيتهاش، فاقول لك اللي فاكره منها وبعدين اهمية سنترال رمسيس في مصر، والحريق ده اثر عليه ايه وكان ممكن يعمل ايه لو لا قدر الله اتحرق بشكل كامل. اولا سنترال رمسيس ده من اهم نقاط الاتصالات في مصر، ويعتبر هو عصب الاتصالات والانترنت في مصر، ويمكن كلنا اتاكدنا من كده بعد الحريق اللي اثر على الشبكات في نطاق كبير جدا في مصر. زمان ايام مبارك في شركه امريكيه عرضت على وزير الاتصالات وقتها انهم يطوروا شبكات الاتصالات في مصر ويربطوها كلها بسنترال رمسيس، والوزير وافق، وبالفعل المشروع بدا وربطوا مناطق كبير جدا في عده محافظات بسنترال رمسيس. ولما المشروع ده وصل للرئيس وقتها، الرئيس رفض رفض قاطع ان المشروع ده يكمل، وقال كفايه اللي عملوه، وقفوا المشروع واحنا هنكمله بمعرفتنا. ولما سالوه ليه وقفت المشروع ده، قال لهم امريكا عايزه تتحكم في الانترنت والاتصالات عندنا بتكه زر واحد. ويشاء السميع العليم بعد فتره من الزمان من قرايتي للكلام ده يحصل اللي حصل امبارح للاسف، ويشتعل حريق في عز النهار في سنترال رمسيس، والحريق ده يتسبب في عطل في الاتصالات والانترنت والمعاملات الماليه وغيرهم كتير من الخدمات على نطاق واسع في مصر. كمان الساعه 3 الفجر في اليوم الثاني الحريق يرجع يشتعل تاني، مع طبعا جهود المطافي ورجال الدفاع المدني والشرطه، ربنا يقويهم وان شاء الله يسيطروا عليه. تعالى بقى نعرف ازاي سنترال رمسيس يأثر على ده كله بالرغم من انهم شركات مختلفة عن بعض، وايه علاقة الشركات التانية اصلا بسنترال رمسيس. البنية التحتية للاتصالات في مصر مشتركة في عدة عوامل، بالرغم من ان كل شركة ليها شبكتها الخاصة، وشركة وي بقى هي العمود الفقري اللي بيوزع على الشركات دي حصتهم في الاتصالات والانترنت وبعض الخدمات الاخرى. فمن سنترال رمسيس في كابلات الياف ضوئية وسويتشات تجمع رئيسية مسؤولة عن ارسال واستقبال المكالمات والرسائل والتحويلات بين الاربع شبكات وبعضهم. الموضوع كبير واكيد وراه حوار اكبر من كده بكتير. حريق يوم 7 يوليو 2025 بقى اثر على المناطق المحيطه بالسنترال بشكل كبير وعلى مصر كلها بشكل جزئي، والخدمات بدات ترجع تدريجيا بعد ما بداوا يحولوها على سنترال تاني لحين اصلاح الاعطال في سنترال رمسيس الرئيسي. وطبعا الشبكات في اليومين دول هتبقى غير مستقره نوعا ما في بعض المناطق، بما ان الشبكات متاثره فاكيد التحويلات الماليه على جميع المحافظ الالكترونيه والمحافظ البنكيه هتبقى مش امان بنسبه 100%، الا اذا طلع بيان رسمي من الشركات الاربعه ان الدنيا بقت تمام وتقدروا تتعاملوا عليها. حاول في الاتصالات بس ما تجربش في التحويلات وربنا يستر. الاعطال دي شغال عليها الدفاع المدني والمطافي ومهندسين الاتصالات، مش بس في شركه وي، لا ده في جميع الشركات الاتصالات في مصر. فاطمن وان شاء الله في اقل من 48 ساعه من وقت اللي حصل يتم السيطره بشكل كامل ورجوع كل شيء يعمل بشكل طبيعي. التقارير بتقول ان الحريق كان سببه ماس كهربائي. تفتكر انت بقى الحريق ده بماس كهربائي بالفعل ولا وراه حاجه اكبر؟ واللي حصل ده اثر على الشبكه في منطقتكم ولا لا؟ وما تنساش تقول لنا انت منين وتشاركنا برايك في الكومنتات، وتوصل الفيديو ده لغيرك بلايك وشير وتصلي على النبي.